مرحبا بكم بسجون تغرديت. السوء أن نسند تاريخنا والبلاصة. مرحبا بكم. تقييمة نزفري، ولاية غرداية، مدينة بني سكن. رحلتنا اليوم في غرداية في الجنوب الجزائري. غرداية ولاية من ولايات الجزائر في الجنوب، بعيد على الجزائر العاصمة 600 كيلومتر. وبدينا الرحلة تاعنا من بلاصة هذه اللي اسمها السوق العتيق. صراحة المناظر تهبل. وريهم السوق حي شوف ها الجمل جمل ومن هنا الحصار ورا الحصار. ها والله صح. والبلاصة هذه تحس بلي كل حجرة هنا عندها حكاية. تشوف بناء شغل كلاسيكي ميزابي بصح فيك شغل الهيبة هكذا، في حضارة قديمة. والصناعات تلقى قاع الصناعات التقليدية، زرابي، الفخار، الفضة، أي حاجة مصنوعة باليد تحسها مصنوعة بالقلب ماشي غير باليد. الحاجة اللي عجبتني بزاف سكو الناس مازالهم محافظين على الطابع تاعهم مع أنه فات وقت على الحضارة هذه. وهنا دخلت المحل الصغير هذا في السوق العتيق، ما شاء الله عليه. هو صغير بس تحس كل قطعة في المحل هذا ناس تعبين عليها، خادمينها يدويا، صراحة شيء روعة. وأنا شخصيا أكتر حاجة عجبتني في المحل هذا الإطلالة تاعه، طلع على السوق العتيق كامل، تشوف الناس، الحركة، الحس، تحس روك عايش في فيلم قديم. خرجنا من المحل وكملنا نزيد نتعمقوا في الشوارع تاع السوق العتيق. صراحة كل محل ينسيك في المحل اللي قبله. والصناعات التقليدية أكتر حاجة عجبتني في البلاصة هذه، ما نقدرش نوصف لكم الشعور اللي تحسوه هكا تشوف حاجة مخدومة باليدين. خاطر في الوقت هذا كلش اندستريال، فكي تشوف الحوايج اللي مخدومين باليدين تحس بفرحة. وبعد ما كملنا من السوق العتيق وجهتنا التالية كانت القصر غرداية مع أحسن جيد إبراهيم، نوجه له تحياتي من الفيديو هذا، نقول له بارك الله فيك على المعلومات اللي عطيتهم لنا كامل. خليكم معنا. مرحبا بكم بسجون تغرديت. السوء أن نسند تاريخنا والبلاصة. مرحبا بكم في غرداية اللي فيها 7 قصور. درك رانا في قصر غرداية ولا تغرديت. درك القصر هذا اللي رانا فيه هو ثالث قصر في التأسيس. تأسس في سنة 1048 ميلادي. راه عنده 1000 سنة منذ النشأة، 1000 سنة يعني 10 قرون. صافي منطقة تراثية تاريخية يعني قديمة جدا، على هذيك راهي مسجله في اليونسكو. ثاني كاين واحد المكتب هنا في يعني في غرداية يسمى OPVM، ديوان حماية وادي مزاب وترقيته. يعني هذه القصور كاع راهي محمية من طرف هذا المكتب. كذلك راه مسجل في التراث الجزائري من 1971 في اليونسكو من سنة 1972. كما القصور درك اللي ذكرتهم كاين 7، 5 راهم هنا في واد مزاب يعني قرب. نقولوا تغرديت، اتمليشت، اتزجن، اتبونور، تجنينت، هادو راهم كاع قرب هنا في واد مزاب. في العمران نلقاو المسجد هي يعني في القمه في البناء هو الاول، ومن بعد تجي السكنات على شكل هرمي هكذا. من هذا الشكل نفهموا ان المجتمع ديما يرجع الى المسجد في الاوامر يعني وفي التسيير، يعني في الخلافات تحل كاع في المسجد. قادر تقول لي مثلا كيفاش يعني القصور ولا البنين هذا صمد 1000 سنه من الصمود يعني استمر؟ نقولوا مثلا يبنيو بالحجر والجير. للمعلومه الجير كيبقى يعني في بلاصه اكثر من 40 سنه يولي الاصل تاعو يعني يولي سوليد. وفي الاسقف يستعملوا جذوع النخل. نعرفوا رانا في منطقه يعني ما فيهاش زلازل، على هذيك تبقى ديما جذوع النخل مستقره يعني ما تاثرش. الصح وراه نقولوا كيفاش الانسان كاع هذه الفتره استقر في هذه المنطقه هذه. يعني قدر تقول لي 1000 سنه بالك يهاجر، بالك مع الحضاره تاع دركا يعني يروح ماذا به الرفاهيه، ماذا به يعني يكون بلاصه واسعه. الحاجه الاساسيه هي النظام الاجتماعي والتكافل اللي راه موجود في القصور هنا. مثلا بعض التفاصيل الدقيقه اللي نهتموا بها في البنيه، لازم نحترموا الماره يعني الناس والجيران تاعنا. لاحظوا كيما الدار هذه عنده تيق، لازم يدير الحاجز هذاك باش يعني يكون عنده راحه للجار تاعو. ما يقولش مثلا سيرتو الاولاد يعني هذاك الفضول يعني يطلع الجار تاعو ولا حتى كيما هذه، يعني نوع من الحرمه. عنده الطاقه لازم يدير الحجز هذا
باش الجار المقابل ما يجيش في باله بالك راهم يطلوا الاولاد ولا عساكر. والدوزيام في العلو تاع المنزل ما يديباسيش 7 مترات ونص. هذه قاعده علاه باش ما يحجبش الشمس على الجار تاعو. على هذيك دوك نمشيو نلقاو كاع فوق المنازل في مستوى واحد. لو كان هذا يعلي على الاخر ما راحش توصل الشمس، يعني تجي تبقى غير متعارف عليه. ايه هنا متعارف، يعني الناس كاع يعرفوا ما راحش يتعدى في هذا القانون. والهدف الثاني باش نبينوا يعني ما كانش يعني فرق بين الغني والفقير. نلاحظوا هنا مثلا كيما الباب هذه تفتح هكذا تفتح للداخل كيما هكذا ما تفتحش برا. لاحظوا هنا كاين هذه البلاكه ديجا خليناها قديمه باش نبينوا مبدا قديم. هنا ممنوع واحد يمشي بلباس غير ساتر، سيرتو اللي يجوا من برا. راكم تعرف الثقافه تاع لي زوروبيين هكذا. درك نروحوا نهضروا على الطرقات. هذيك اللي طلعنا منها تلاحظوا شويه عريضه، هذيك برينسيبال، هذه شويه ضيقه. على المسافه هذه راهي مدروسه، داروها بقدر ما تكفي الدابه تطلع منها وتروح لفوق. باسكو الوسيله اللي يستعملوها هنا درك تشوف الدروج بزاف كيفاش الناس كيفاش يدوا الحوايج تاعهم حتى لفوق، نستعملوا الدابه هنايا. تقول علاه داروا التفاصيل يعني حتى الطريق باش يعني الناس يبنيو في الهضبه ولا في الجبل قدر المستطاع. نلاحظوا في عامه المباني تلقى مثلا ساق الجدار يكون بالطريقه هذه، يعني معتاده. واش ولفنا حنا يكون كيما هذه، ولكن هنا في غردايه تلقى فيها نتوءات كيما هك. كيفاش يخدموها؟ هذه اصليه، اما هذه بلابار يعني جديده. الاصليه هذه يجيبوا عرجون التمر يشدوه هكذا يكون يابس، يعني بعد ما يحطوه في الشمس يغمسوه في الجير ومن بعد يضرب هكذا ومن بعد يدير النتوءات هذه. الفائده تاعها كي تجي الشمس تضرب فيها هذه النتوءات دير واحد الظل باش تخفف السخانه على الداخل. نعرفوا في الصيف درجه الحراره يعني قويه، يعني توصل حتى 46 حتى 50 درجه. والوظيفه الدوزيام كي يجي المطر يضرب فيها يطيح ديريكت الارض، ما يشدش في الحيط باش ما يديرش الميديتي. لاحظوا مثال هنا، شوف راهي دايره واحد الظل. لو كان نروح لبلاصه دايره مثلا في الارض راهي مسطحه ديريكت، شوف ما ديرش الظل هذا. لاحظوا هنايا كاين هذيك التقه هذيك الاصليه القديمه، يعني اللي فيها زوج هذوك. الوظيفه تاعها اللي راه برا ما يقدرش يشوف واش كاين الداخل، باسكو تكون الحاله يعني ظلمه للداخل. باش اذا مثلا سافروا ولا راحوا لبلاصه يعني بعيده طول نقولوا مثلا شهر ولا شهرين، نساو يعني هذيك الفتحه مفتوحه. كاين هنا زوابع رمليه ما راحش يدخلوا غبره بزاف. نلاحظوا هنايا مام يعني كما قلت احترام المره، لازم ما يخرجش الدرجه للخارج. لازم تكون الباب مع الحيط، ما يخرج درجه. كما قلت من قبلك واحد ما يشوفش راح يتضرب فيها ويطيح. لازم تكون كاع كيف. لاحظوا هنا مثلا هذاك خرج باسكو الدار تاعو راه مبنيه على الروشي. قبل ما يخرج الدرجه هذيك ديجا الروشي راه خارج. لاحظوا هنا كما قلت، لاحظ كاع مستوى واحد، ما كانش يعني واحد عالي على الاخر. هنا كاع كيف. هذا كأي منزل هنا في القصر. كي ندخلوا وسط الدار اولا نلقاو واحد الحيط على متر ونص ولا 2 متر. الفائده تاعو واش لو كان ينساو الباب مفتوح ما راح يشوفوا واش كاين الداخل. صافي ندخل هكذا ومن بعد ندخل للدار. ايوا ما من الحس هذاك اللي راه الداخل الناس ما يسمعوش. الحرمه هذيك يبقى كلش وسط الدار. اذا واحد طبطب راح تطل غير منه، ما تشقاش تجي حتى لتحت عاود تطلع، طل غير منه وتشوف كاين فتحه هذه هنا تعرف شكون. لاحظوا هنا واحد الميزه، شوف هنا الباب هذيك ما تقابلش باب كيما هذه، ما تقابلش باب هذه، ما تقابلش الدار، يكروزيو في البيبان باش ما يكونش هذاك الجار مقابل الجار تاعو. لو كان يكون مقابل ديما احنا هذه غير اقتراحات برك، بالك يطلع عليه ولا عسى كيما هذه. على هذيك الحرمه هذه ديما اولويه. السوق اللي جينا منه هذاك السوق الثالث، يعني راه ديما يكون خارج القصر. هذا السوق الدوزيام، وكاين السوق الاول يسموه سوق اميدول، هذا سوق الرحبه. ونلاحظوا الحاجه المشتركه بين السوق الثالث والدوزيام هذا والاول الفوق في هذا الاقواس، باش كي تجي النو ولا المطر يحميو روحهم هنا، يعاود يرجعوا يبيعوا الصراحات. كما قلت غردايه بزوج حوايج اساسيين، كاين البير وكاين النخله. الماء لازم وجعل من الماء كل شيء حي. وكاين النخله التمره. نعرفوا حتى دركا الغذاء الاساسي التمر، قادر يبدا به واحد يعني اليوم تاعو 7 تمرات ولا 8، يعني ما يجوعش بعد مده يعني طويله. باسكو في هذاك الوقت ما كانش يعني الرفاهيه هذيك، ما كانش يعني كلش، رانا في منطقه قحيله. الماء كانوا يخرجوه في هذاك الوقت بالعجله هذيك. كان مقابل هذا البير في واحد الطريق، المسافه تاعو كيما العمق تاع البير هذا، مثلا نقولوا فيه 80 متر، راح يكون فيه 80 متر. علاه كيجيبوا الدبه لهنا غالبا مثلا الجمل، على هذاك يسموه اغلى ظلم، يعني طريق الجمل. يشدوا فيه واحد الحبل يبدا يمشي المسافه هذيك، في نفس الوقت راه يطلع واحد دلو هكذا يجبدوه ويصب الماء هنا ومن بعد يستغلوه. لاحظوا يعني بعد ما نطلعوا الدروج نلقاو فيهم بلايص كيما هذا، وين راه فيها هذاك القط ولا هذيك البلاصه وين يريحوا فيها. وثاني نلقاو هنا
ثاني كاين فوق خلاص تقريبا في كل بلاصه فيها الدروج. في هذه البلاصه هذه واحد كبير في السن قادر يريحنا ويزيد الطريق. نلاحظوا هنايا كاين مثلا استعمال جذوع النخل في الاسقف كما هذه. ايماجيني انت من هذاك الوقت يعني قديم مازال راه مستقر. سيرتو يعتمدوا على نوع من النخيل اسمه اكربوش باسكو يجي سوليد يعني يجي متين، يستعملوه في البنيان اكثر. قصر تغرديت هو القصر الوحيد اللي فيه زوج مآذن، تلقى المئذنه الصغيره هذه والمئذنه الكبيره. المئذنه الصغيره هذيك ملي كانت شويه سكنت يعني الناس شويه هنايا، مام في هذاك الوقت مازال ما كانش تريسيتي يعني غير يعيط هكذا الاذان يجوا الناس للجامع. كي زادوا الناس زادت السكنات داروا الكبيره هذيك. نلاحظوا عدد الادرج داخل المئذنه هذيك فيها 114 وهو عدد سور القران. يبينوا هنا تقول لي واش علاقه الادرج مع القران كذا، يبينوا للناس انه في كل تفاصيل حتى في العمران متعلق بالدين يعني بالقران والسنه. المئذنه هذه لقوها مايله شويه ما راهيش 90 درجه، مايله للفوق. مايله شويه. نلاحظوا باش كيجي الهواء ما يتضربش فيها، قادر بالمده راح تعاود ترجع الهواء هذاك يعاود يرجع. البلاصه هذه في القديم قبل ما تكون عندنا تريسيتي كانوا يحطوا فيها واحد يعني مصباح صحيت كيما الشمع هكذا. الناس مثلا كيجوا من السوق عنده شويه صرف قادر يحطوه هنا، ماشي اي واحد يجي يديه. الانسان هذاك اللي من الجامع يتبع هذاك الضوء هذا يعني في عده طرق باسكو كاين بلايص خلاف فيها كيما هذه، يجي يدي الدرهم هذاك ماشي ليه هو باش يشري الزيت هذيك تاع الضوء، يعني عباره عن صدقه. دركا كيما كانش هذا الضوء اذا واحد لقى دراهم يحطهم هنايا باش يديهم معاه باش الانسان هذاك اللي طاحت له يعاود يرجع، يعني في الغالب هنا متعارف عليه يلقاه هنا. وهذه كانت جولتنا في قصر غردايه. دركا نروحوا وين؟ نروحوا ناكلوا. مرحبا بكم. تقيمة نزفري، ولاية غرداية، مدينة بني زكر. فوالا مرحبا بكم في تقييمة نزفري طشا. احنا نبداو الاطباق تراديسيونال. بون نبداو بالتمر واللبن، ومن بعد نزيدكم لا سوب تراديسيونال. هذه هي فيها 14 عشبه وفيها قرعه تاع كرويت يجي ناتورال مخدوم بالاعشاب، هذو من الاعشاب تاعها، وبليس اورانج افيك سيترون. طعام بالخضره فيه اللحم تاع المخلول الجمل الصغير، ومن بعد القاعده لاتاي وكاوكاو. هنا في ولايه غردايه عندنا 7 قصور واد ميزاب، شكل قصر عنده سبيسيال تاعو. هذا لي صالون تراديسيونال تاع بريال، وعندنا القصر تاع غردايه، وعندنا القصر تاع تجنيد اتبونور، وعندنا القصر اتيجدن. هادو هما القصور واد ميزاب، ومامتون هي الاطباق تراديسيونال. مرحبا بكم في تقييمة نزفري. وهذه لاصوب تاع احلى بيض اللي كان يحكي لنا عليها قبيله، وهذه المغلوقه تجي تشبه شويه المحاجب تاع مغلوقه، وهذه تكرويت الجي. درك نديروا ديغيستاسيون مع ايه، ندوقوا لاصوب. بنينه والله بنينه، ويجي فيها الفريك نورمالمون داخل. هي بنينه هذا كل شيء تحسها دواء ديريكت. صح والله دواء. هي شوربه فريك، تحسوها شوربه فريك، وش هي توابل تحسوها طاغيه، الطعم تاع التوابل اقوى. هذا واش حسيت انا. يلا الذوق المختومه. وهذه المغلوقه نتاعهم تجي كيما هكذا. تحسها محشيه بالفيونداشي. هي انا كليت ديجا طرف بنينه، تحسوها زي المحجوبه تاعنا. تشبه المحجوبه صح. تبع المحجوبه. دوكا واش مازال جو تاع تكروي. لا مازال طعام ومازال هي مازال طعام، قصدي لا باش تذوق الجو. سمر نطيح في الماكله قطعه مش نورمال. ماكله بنينه، انا نحب الماكله تراديسيونال صراحه. هي اللي ما خاطيها تراديسيونال تاع تاكوس بيتزا كراتا باستا. وهذا جو تاع التيكرويت نجربوه. فيه لدعه كيما هو فيه طعمه السيترون وفيه طعمه الاورانج، هذا واش حسيت. وتحسوا فيه طعمه التوابل قويه، توابل. ومعايا بنتي اللي مستضافتني هي اللي جابتني حضرت دارت معنا في هي وماماها، درنا مع بعضنا ناكل في غردايه ورات لي البلايص. ميرسي بزاف. تعيش ربيك. وهكا زاد هبط الطعام هذا تاع الشعير كما راكم تشوفوا باللحم تاع الجمل، تجي مع لاصوص نتاعو،
وهنا كاين طعام تاع ليليغين بالخضره هكذا كما راكم تشوفوا. صراحه انا متحمس نجرب هذا ديما ناكله يعني مو جديد، هذا اللي راني متحمس ندوق. على ماكش حابه تجرب؟ نخاف لحم الجمل شغل حاجه جديده عليا. ايوه فالصراحه ان شاء الله تكون اكسبيريونس ملاح ان شاء الله. وهذا الطعام دركا راح نجربوه تاع الشعير يجي داير هكذا. شوفوا ما يشبهش الطعام بصح في عنده بنه سبيسيال هكا، حسيت فيه قوت تاع زيت زيتون بزاف. هذا اللحم تاع الجمل اول مره باش نجربه صراحه. طري تحسه كالقديد، يشبه القديد. هو مالح، فيه طعمه مالحه انا ذقته. بالك الطريقه اللي يطيب بها كما تاع القديد. ايه بصح كوسكسي بنين فيه طعم الزيتون. من جنرال صراحه روعه. كاكسبيريونس يعني ملاح، بنين لازم تجربه. وهكذا وصلنا لافان تاع الفلوق نتاعنا. صراحه غردايه كانت من اجمل الولايات اللي زرناها. صراحه انا عجبتني بزاف. ننصح الناس يجوا يزوروها. نخليكم مع هذه اطلاله غروب الشمس كما راكم تشوفوا. وهذا كان الفلوق نتاعنا تاع غردايه. ما تنساوش ديروا لنا لايك، جيم، سبسكرايب اذا عجبكم الفيديو، وخلوا لنا رايكم في التعليقات. السلام عليكم، تهلاو في رواحكم.